من المواطنات والمواطنين. وإننا وإن كنا ننظم هذا اللقاء الختامي نجدد التأكيد على مواصلة الوزارة إلى جانب شركائها الانخراط في كل المبادرات والبرامج التي ترم الوقاية من العنف الموجه للنساء والفتيات، وذلك قيم الحوار والاحترام المتبادل بين كل أفرادها مع تكريس ثقافة المساواة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تهم الأسرة. أيها الحضور الكريم، ننظم اليوم هذا اللقاء الختامي للحملة الوطنية التحسيسية 22 اليوم ديالو، فكل واحد منا يدير بجهده باش نقدروا أننا نرقى الأساسية. كما أن مؤسسة الوكيل العام المالي لدى محكمة الاستئناف بأكادير وباعتبارها تسهر على حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد داخل دائرتها القضائية ترابيا، فإنها تضع في صلب اهتماماتها تتبع والأسرة لقيادة هذه الحملة، وكذا لاختيار موضوع هذا اللقاء والذي يحظى باهتمام إن على المستوى الوطني أو الدولي. كما يستحضر التوجيهات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله التي ومن الواجب ديالنا كمواطنين ومواطنات مغاربه اننا نخالطوا في هذه الحمله من اجل التوعيه بالمخاطر ديال العنف والامباكت ديالها على الاسره كامله، لان المراه اذا تاذات كيتاذى وليداتها وبالتالي كتهدم الروابط الاسريه عندها في الدار. الاذى النفسي الامباكت ديالو راه كيستمر معك سنوات اذا ما وعيتيش به ولا ما حاولتيش تعالجو، وهذا الامباكت راه ماشي غير علينا حتى على وليداتنا. السلام عليكم. بالإضافة إلى الاشتغال على الميزانية المستجيبة للنوع بالجماعة الترابية. وأخيرا أو قبل الأخير هيئات المجتمع المدني كانت هناك توصيات تهم تعزيز دور الجمعيات النسائية وتشجيع وتعزيز تشبيك جمعيات الوساطة الأسرية مع تعزيز تبادل التجارب بين الجمعيات. يلخص أهم محطات الحملة الوطنية 22 لوقف العنف ضد النساء والفتيات لنشاهد. مهمة جدا في مسار التكافل الاجتماعي هنا بجهة سوس ماسا.